هو انتوا احترتوا زيي؟ هو ايه سبب التحرش اصلا؟ هو ليه اصلا في تحرش؟ يعني اكيد كل الناس محتاره طبعا. هو ليه التحرش انتشر بالشكل ده؟ يلا نعرف. هو ليه التحرش موجود اصلا وسببه ايه؟ لو كان سببه الجهل، فليه المعلم بيتحرش بالطالب بتاعه؟ طيب لو التحرش سببه تاخر الجواز، طب اللي عنده 45 سنه ومخلف قرطة عيال ليه بيتحرش برضه؟ اللي بيتحرش كمان ببنته. طب لو التحرش سببه الكبت الجنسي، طب ليه الطفل او الشاب او العيل الصغير اللي عنده 12 سنة بيتحرش ليه؟ ولو كان سببه ضعف الايمان، طب ليه رجل الدين بيتحرش برضه؟ ولو كان سبب التحرش لبس السيدات، طب ليه بيتحرشوا بالمنقبة؟ طيب لو التحرش سببه اصلا جسم المرأة وجمالها اللي هو ربنا خلقها عليه، طب ليه بيتحرشوا بالاطفال؟ ببساطة كده ما لقيتش سبب مقنع ان احنا يكون في تحرش. ما لقيتش غير حاجة واحدة بس. ببساطة لا يبرر المتحرش إلا متحرش مثله، ولا يبرر للاغتصاب إلا المغتصب. ببساطة كده الموضوع موضوع تربية، موضوع أخلاق، موضوع مبادئ، موضوع إن أنا اتعلمت إيه في بيتي، بابايا ومامتي علموني إيه. ليس إلا زي ما قلت في مسلسل لام شمسية، ولادك بيتعاملوا إزاي احتويهم اسمعهم. ما انت كده كده لازم يكون الاب والام عارفين هما بيعملوا ايه، مش عشان خاطر يلا نتجوز ونخلف. لا، احنا مش ارانب. ويا ريت اللي يخلف ما ينساش يربي. ويا ريت لما نتجوز بلاش اول سنه خلفه،